يلا نعمل مع بعض غدا النهارده. هيكون سريع جدا ومش هياخد ولا وقت ولا مجهود، وكمان هيتعمل في حله واحده. يا ترى هنعمل ايه؟ هنعمل مكرونه بالسجق. يلا بقى نشوف عملناها ازاي. في حله على نار هننزل بالماده الدهنيه. انا هنا حاطه معلقه من السمنه. اول ما تسخن كويس هنزل بالسجق. السجق هنا مقطعاه حتت صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو حابين السجق يبقى سليم سيبوه سليم، لكن لو هتقطعيه يا ريت تقطعيه هو متجمد شويه علشان متفرولش منك. بعد ما يتشوح كويس السجق في السمنة بالشكل ده، يلا بقى ننزل بالبصل. هنزل ببصلتين وسط فرمهم في الكبة، ولو السجق عندك اقل من كده نزلي بصل اقل من كده. هشوح البصل مع السجق، وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. انا عندي هنا نص كيلو من السجق. هشوح الثوم مع البصل مع السجق بالشكل ده، وهكون محضرة فلفل الوان مع فلفل حامي فرمهم برضو في الكبة، هننزل بيهم على السجق بالشكل ده. بعد كده هيكون معايا عصير من الطماطم هنزل بيهم على السجق. وبعد كده يلا بقى نظبط البهارات. نحط رشة من السكر وملح وفلفل اسود ورشة من السبع بهارات. بعد كده هحط معلقة كبيرة من الصلصة. واول ما يغلو بالشكل ده هننزل بالمكرونة. هقلب المكرونة مع الصلصة مع السجق، وبعد كده هكون محضرة مية مغلية علشان ننزل بيها على السجق. وانا عايزة هنا المية يدوب تغطي المكرونة، ما بنزودش اكتر من كده. وهنا دقتها هلاقي ان هي لسه ناقصة ملح، فهزود ملح تاني. يعني لازم تدوقوها علشان تظبطوا الملح بتاعكم. بعد كده هغطي الحلة دي وهسيبها على نار هادية علشان المكرونة تستوي. وفي اقل من ربع ساعة كانت المكرونة جاهزة معايا واستوت جدا. شايفين ازاي مفلفلة وحلوة بجد، طعمها تحفة. ويلا غرفي في طبقك وكلي بألف هنا وشفا.